رسالة ليك النهاردة. أستعيد ذكريات ماضينا في رأسي، أريد أن أشعر بذلك مجددا، أحبك إلى الأبد. طاقة الشخص اللي في بالك أو اللي جه في دماغك حالا دلوقتي بيقولك إن لسه في ذكريات قوية جدا جدا عنده وفي باله، عايز يرجع تاني ويشعر بكل اللي كان بينكم. واضح هنا ان طاقة الشريك بتقول ان لسه في امور ما قالهالكيش، لسه في مشاعر بينك وما بينه، لسه في خطوة ايجابية هياخدها. لو انت حاسة ان الرسالة دي واصلالك من عقل الشريك ومن قلبه، ولو الشريك فعلا ابتعد عنك لكن كان بينكم لحظات حب قوية جدا، احساس بالاشتياق والحب والرغبة وذكريات كبيرة قوي اتبنت بينكم. واضح كمان ان انا شايفة ان الطاقة دي كانت طاقة حد مر بسنين او مر بمواقف كتير جدا بينه وما بين الشريك. استعيد ذكريات ماضينا في رأسي، كل حاجة حصلت بينكم، كل حاجة كانت ذكرى بينك وما بين الشخص ده بترجع تاني الفترة دي في عقل الشريك حاسس هنا برغبة قوية جدا 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 ان هو عايز يكون معاكي او عايز ان انتوا ترجعوا تاني مع بعض. احساسك الداخلي ان الشريك خلاص نسيكي، وكنت بتفكري ان خلاص حتى الذكريات اللي كانت بينا مش فاكرها او مش حاسس باللي انا بمر بيه او احساسي دلوقتي ايه. هنا الرد للطاقة او الاشارة اللي وصلت لك. الشريك اريد ان اشعر بذلك مجددا، هو مش بس عايز يرجع الذكريات، هو عايز يشعر بكل طاقة الحب. لو انت كمان اتغيرتي مع الشريك جدا، وواضح ان انت كمان اتأثرتي او غيرتي مشاعرك من الشريك، الشريك هنا بيقولك رسالة واضحة: ارجعي لمشاعر زمان. خدي اللي ينطبق عليكي النهاردة في القراية وفي الرسالة. أحبك إلى الأبد، طاقة مهمة ليكي، رسالة مهمة ليكي. هل الشخص ده بيحبك ولا خلاص نسيكي؟ الشخص هنا اللي ظاهر معايا بيحبك وإلى الأبد، في حب كويس جدا. طاقة اللي وصلت لك النهاردة للشخص اللي انت حسيتيه ووقفتي الفيديو عشانه وابتديتي ان انت تسمعي وتكملي معايا الفيديو للآخر. اكتبي استقبل الرسالة علشان في قرايات تانية كتيرة جدا هتكون موضحة فيها اسم وحرف الشريك، مواصفات الشريك، ونوايا وايه اللي بيفكر فيه، وهل الرجوع هيكون قريب ولا لسه قدامه وقت. استقبلي.